ازيكم عاملين ايه؟ معاكم فيديو جديد ولفة جديدة. قبل ما نبتدي الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، ويلا نجيب التيكت ونروح نلف في السد العالي. واللي قدامنا ده مجسم السد العالي في متحف النيل. تيجوا مع بعض نرجع لورا شوية كده. قبل بناء السد كان ايه اللي بيحصل؟ تعال اقولك انا بقى كان ايه اللي بيحصل. فيضان كان بيغمر مصر. لما بيزيد منسوب الفيضان كان بيتلف المحاصيل الزراعية وبيغرقها، ولما كان بيقل برضه في بعض الاحيان بتبور الاراضي الزراعيه. ساعتها بقى فكروا في انشاء السد العالي. طبعا دلوقتي بيجي في دماغكم طب ما في خزان اسوان، ليه عملوا السد العالي؟ اقول لك بقى ان السد ده حاجز ملموس. ليه بقى؟ للسيطره على تدفق النهر وتخزين الميه. اما الخزان كان بيحجز الميه بس، وكان بيسمى بحيره. والخزانات عموما جزء لا يتجزأ من أي سد. لما اتعمل السد عمل نقلة كبيرة في التنمية في مصر، نقل مصر من الزراعة الموسمية للزراعة الدائمة، وساعتها حمى مصر من أضرار الفيضانات. وده كان أهم إنجاز للرئيس الراحل جمال عبد الناصر. قصة البناء بدأت مع ثورة 52 لما مصر ساعتها اتحررت من الاستعمار البريطاني. راحت مصر عملت اتفاقية مع الاتحاد السوفيتي علشان يساعدوهم في بناء المشروع. بدأوا العمل فيه 1960. شمل ايه بقى؟ حفر قناة التحويل والأنفاق وتبطينها بالخرسانة المسلحة، وصب الأساسيات بتاعة محطة الكهرباء. سنة 64 حولوا مية النهر إلى قناة التحويل والأنفاق، وقفلوا مجرى النيل، وبدأوا في تخزين المية بالبحيرة. استمروا في بناء جسم السد حتى نهايته. سنة 67 انطلقت الشرارة الأولى من محطة الكهرباء، وبدأ بتخزين المية بالكامل أمام السد. في يناير 71 افتتح السد العالي في عهد أنور السادات. طوله حوالي 3600 متر وارتفاعه 111 متر. محطة الكهرباء هتلاقوها عند مخارج الأنفاق. كل نفق يتفرع إلى فرعين، كل فرع متركب عليه توربينة لتوليد الكهرباء. عدد التوربينات دي 12 توربينة. وعايزة أقول لكم إن أول من أشار إلى بناء السد كان الحسن بن الهيثم. خلف السد هنلاقي بحيرة ناصر، ودي من أكبر البحيرات الصناعية في العالم. دي اتكونت نتيجة المياه المتجمعة بعد إنشاء السد. وطبعا أي مشروع في الدنيا ليه إيجابيات وسلبيات، يلا نتكلم عليهم. نبتدي بالإيجابيات. أول حاجة معانا إن هو حمى مصر من الفيضان والجفاف، وبحيرة ناصر بتقلل اندفاع مية الفيضان وتقوم بتخزينها للاستفادة منها وقت الجفاف. عمل أيضا على توسيع المساحات الزراعية نتيجة توافر المية وتوليد الكهرباء اللي فاد مصر اقتصاديا. وعمل برضو توسيع في زراعة المحاصيل اللي بتحتاج كميات كبيرة من المية زي الرز، قصب السكر. ندخل بقى على السلبيات ونقول أول حاجة إن هو عمل تآكل في شواطئ الدلتا، وحرم وادي النيل من طمي الفيضان اللي كان بيغذي التربه. عمليه التبخير اللي بحيره ناصر عرضت مساحه كبيره من الميه للشمس، خلت المناخ حار جدا. صح، ونسيت اقول لكم ان صاحب فكره انشاء السد العالي هو ادريان، ده كان من اصول يونانيه. وبكده انا خلصت لفتي في السد العالي. وعايزه اقول لكم يوم ما تروحوا السد العالي روحوا معاه رمز الصداقه ومعبد كلبشه. واستنى بس، انت رايح فين؟ قبل ما تقفل الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب.